السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل سلطة الكول سلو. معانا جزر، معانا ليمونة، كرنباية سلطة، دي كرنباية متوسطة، معانا رشة ملح، رشة فلفل اسود صغيرة، معانا بصلاية، نص كوباية مايونيز، 3 معالق سكر، كوباية زبادي كبيرة، معلقتين خل. طبعا يفضل يكون فلفل ابيض، لو مش متوفر فلفل ابيض بنستخدم الفلفل الاسود عادي. هنزل كده بكوباية الزبادي، عليها نص كوباية مايونيز، هنقلبهم بالشكل ده. هنزل عليهم ب3 معالق سكر، ممكن نستخدم سكر بودرة او عسل، بس هي بتبقى احسن بالسكر. معلقتين خل، لو متوفر خل التفاح طبعا بنستخدمه، او خل ابيض. هنزل عليهم بعصرة ليمونة، سلطة كنتاكي وجمالها، بجد طعمها جميل جدا. عصرنا الليمونة بالشكل ده، هنقلبها كويس. بنشيل طبعا اي بذر فيها. هنزل عليهم برشة ملح ورشة فلفل اسود. خلص معانا الصوص. هنبتدي نبشر البصلة بتديها طعم جميل جدا. دي بصلاية صغيرة، طبعا بصل ابيض مش احمر، وبنبشرها بشر ناعم بالشكل ده. طبعا هنبشر الجزر معانا. الجزر طبعا بيبقى اقل من الكرنب. اذكروا الله وصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا هخلص الكميه كلها. بشرنا الجزر بالشكل ده والبصل. معانا الكرنبايه، انا هقسمها نصين. طبعا مش هنستخدمها كلها لان هي متوسطه مش صغيره. النص اللي هيفضل معانا هغلفه بورق استريتش واحطه في التلاجة، بيقعد معانا وقت طويل. هنشيل الجزء ده طبعا. احنا ممكن نبشرها او نضربها في الكبة، او نقطعها عادي بالسكينة بالشكل ده. حبايبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. نقطعها بالشكل ده قطع صغيرة، او لو حابين نبشرها او نضربها في الكبة زي ما قلت لكم. طبعا احنا مش هنستخدمها على طول، يفضل طبعا نعملها قبلها بالليل لو هنستخدمها الصبح، او قبلها ب4 ساعات. قطعنا الكرنب بالشكل ده. هنقلبها كويس مع الجزر والبصلايه. لو مش حابين تضيفوا بصل مش مشكله، بس هو بيديها طعم جميل جدا. قلبناه كويس بالشكل ده. هننزل عليه بالصوص. طبعا السكر داب معانا تماما. هنقلبه كويس بالشكل ده. طبعا هنحطه في التلاجة، ما بتتاكلش على طول. قبل اول ما بنعملها لازم نسيبها فترة عشان يبقى طعمها جميل معانا، على الاقل حاجة 4 ساعات. وكده خلصت معانا احلى سلطة كول سلو جميلة جدا. هتجربوها تعجبكم. حابين متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.